يسعد اوقاتكم متابعيني، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا جميعا بألف خير. بفيديو اليوم حابة بس تجيب على تساؤلاتكم. فأنا هلأ حاليا حاطة الأسئلة اللي سألتوني إياها بالتعليقات، ورح أجاوب عليها سؤال سؤال. ولكن أول شيء بدي أحكي بموضوع التصوير. قلتولي مشان موضوع التصوير، دقة التصوير. هلا أول شيء أنا ممتدة جديد على القناة، تمام؟ مثل ما انتم شايفين، فأنا ما عندي الإمكانيات الممتازة للتصوير. أنا عم صور بتليفوني العادي. وفي شغلة تانية، إنه تليفوني من فترة شرب حليب كبت عليه علبة الحليب بشكل كامل، كان بالشنتاية ومعه علبة حليب، حاطة كرتونة حليب، مع انه مسكرتها. فسبحان الله شلون كبت عليه ما بعرف. فتليفوني يعني كاميرته اول شيء راحت نهائيا. المهم صلحته وهيك، فالحمد لله رجعت الكاميرا، ولكن مو بالدقة المطلوبة. تمام. ان شاء الله تعالى قريبا عم اشتغل على الموضوع، ان شاء الله تعالى رح احاول غير التليفون. فهي اول نقطة. بالنسبة هلا للأسئلة، رح جاوب سؤال سؤال. اول شيء في صبيه كاتبت لي انت ببدايه الفيديو مكتوب انه انت، وباخر الفيديو قلتي بتركيا. يعني السؤال مو واضح كتير، بس انا صار عندي شويه خربطه، يعطيك العافيه. هلا بالنسبه لهذا السؤال، انا كنت بتركيا، كنت مقيمه بتركيا، ضليت 7 سنين بتركيا. عرفتي؟ بعدين انا جيت على سوريا، صار لي بسوريا تقريبا شهرين او اقل شوي. نزلت عوده طوعيه. هي اول سؤال. وهلا السؤال الثاني والاهم. في صبيه كاتبت لي انا متابعتك جديد، طلع لي الفيديو صدفه وكثير استفدت منك، يا ريت كمان تصوري بيوت تحكي لنا عن الاسعار. طيب تعالوا احكي لكم هلا عن الاسعار. بالنسبه لموضوع الاسعار حكيت فيه، صار يمكن فيديوهين او 3، وهلا رح جاوبكم كمان بهذا الفيديو. يا جماعه بالنسبه للاسعار، شوفوا هلا بسرمدى البلد، تمام؟ الاسعار بالنسبه للبيع والشراء، انا ما عندي كتير اطلاع على هذا الموضوع، ولكن وسطيا رح احكي لكم. مثلا ممكن تلاقي بيت ب 14,000 دولار، ممكن تلاقي ب 10,000 دولار، ولكن حسب المكان، حسب يعني السرمدة كبيرة، فممكن تلاقي منطقة تكون كتير قديمة، أو الحارات القديمة ممكن تلاقي ب7,000 8,000. عرفتوا؟ ممكن، مو إنه مثلا ما بتلاقي. في صبية كانت بتقول لي ب2000 أو ب3,000 دولار. 2000 و3000 ما في هذا الرقم، مستحيل. الا اذا كان ما بعرف، يمكن غرفه ومنتفعات ممكن، ويمكن ما راح تلاقي هذا يعني انا لحد الان ما صادفت هيك شيء نهائيا. 3000 و2000 مستحيل. عرفتوا؟ هي شغله. الشغله الثانيه، انا ليش انه موضوعي كان كله عن سرمدة جديده؟ لاني انا بحثت بموضوع سرمدة جديده، وطلعت وسالت كثير عن الاسعار اللي هنيك والتفاصيل. فبسرمدة الجديدة اللي بيميزها انه الشقق تقسيط، بالتقسيط انت بتدفعي، تمام؟ او انتم بتدفعوا. طيب بنجي هلا للسرمدة الجديدة اللي حكيت عنها الفيديو الماضي. الشقة الموجودة حاليا، متوفرة حاليا، أنا عم أشتغل مع الجمعية اللي عم أحكي لكم عنها، وفي جمعيات أخرى رح أرجع صور فيديوهات عندهم وجيب لكم الأسعار بالتفصيل. فأنا صورت المرة الماضية بجمعية خاصة ما دخل بهي الجمعية، تمام؟ هي الجمعية كان عندهم بيوت الأسعار فيها 27,000 دولار و85,000 دولار و100,000 دولار. هي شغلة. الشغلة الثانية، ميزة التقسيط موجودة عندهم. الشغلة الثالثة، إنه هن عندهم محاضر مثل ما قلتولي، أو عندهم شقة لسه على العظم، فيكي أنت تكمليها، فيكم أنتوا تكملوها. في هاي الميزة عندهم كمان. في صبايا سألوني على العظم، إيه موجود على العظم. طيب هلا بالنسبة للشقة، إنك تاخذي شقة لحالها، بيت لحاله مستقل، فهي الشغلة اللي أنا ما بعرفها. تمام. ما صراحة أنا ما سألت على شقة مستقلة يعني، ولكن بجمعيتنا نحن اللي عم نشتغل معها هلا، إيه عفوا، ما موجود عندهم شقق مستقلة، وما موجود عندهم إنه فلل. ماشي. بالنسبة لشارع الفيلات، فهدول الناس عم يشتروا محاضر وهن يعملوا فيها فيلات. تمام. فانت فيك تشتري محضر ارض، تاخذي ارض مثلا تشتريها، وانت تعمري على كيفك فيها. فيك اكيد هذا الشيء موجود كتير محاضر ما شاء الله للبيع. في اراضي للبيع، اراضي مستقله مثل ما قلتوا، تعمروا فيها شقه. في دكاكين، محلات، تشتروا محلات، في موجود هذا الشيء طبعا. انا امبارح عملت جوله كمان مشان المحلات، سالت. فالاجارات مثلا 100 دولار، في ب50 دولار كمان اجارات بسرمدة جديده. هي شغله. الشغله الثانيه، بالنسبه للبيع، المحلات اللي موجودين بالجمعيه اللي عم نتعامل معها، فالبيع عندهم 5500 دولار، 6000 دولار. عرفتوا؟ موجود هذا الشيء. ولكن حاليا يعني الجمعيه بايعه تقريبا كل المحلات. ممكن تلاقوا على الناس انه هن بدهم يبيعوا. فهذا الشيء أنا ما بقدر أسأل كل شخص لحاله، بده الرجال ينزل هو مثلا ويسأل عن هذا الموضوع، أو بتحبوا مثلا توكلونا نحن، وأنا بنزل بشكل شخصي يعني، وبسأل لكم مثلا عن محل معين، ولكن بده يكون موضوع جدي، فأنا ماني مستعد أضيع وقت مثلا، ما تواخذوني
على انه والله روح دور على محل واسالكم وكذا. طبعا انا ما بنزل لحالي، انا واخي، وبالاخير مثلا الشخص يكون ما بده يشتري بس عم يستفسر. تمام. انا بالنسبه للاستفسارات عم حاول جاوبكم على اكثر الاستفسارات اللي عم تسالوني عنها ومن عيوني طبعا. طيب، وبالنسبه لموضوع نرجع الشقه، هلا الشقه الموجوده حاليا بجمعيه الرياده، الجمعيه اللي اخذنا منها بيوتنا يا جماعه ركزوا معي، الشقه الموجوده موجود فقط طابق خامس، 3 غرف ومنتفعات، والسعر $10,000 خلفي و11,000 أمامي. تمام. هي شغلة خلصنا منه، طابق خامس فقط فقط فقط. بالنسبة للشقة الموجودة أكبر، موجود 5 غرف. تمام. موجود شقة 5 غرف ومنتفعات. الشقة رائعة. غرفة أحلى شغلة فيها إنه غرفة الضيوف مثلا إلى باب خارجي، يعني الشقة إلى بابين، باب لغرفة لحالها، وطبعا الغرفة إلى باب ضمن البيت، ولكن إلى باب لحالها في حال إجاك ضيف مثلا كرجال أو هيك فبيدخلوا مباشرة من برا للغرفة. تمام. هي الشغلة كتير حبيتها عندهم الصراحة. الشقة فيها حمامين، فيها بلكونين، كتير حلوات الشقة عندهم. طابق رابع موجود. تمام. هي شغلة تانية. وتفاصيل أكثر تسألوني على منصتي سكاي للإعلان اللي هي عملتها جديد أنا صراحة على الإنستغرام كرمال الإعلانات اللي بنشرهم عليها. هي شغلة تانية. طيب، بالنسبة للتقسيط مثل ما قلت لكم، هلا بالنسبة للشقة هدول الكبار سعرهم في 25,000 في 26,500. شقة ال 25,000 امبارح أخذ آخر زبون من على اليوتيوب، يعني عن جد كتير انبسطت إنه جايني من على اليوتيوب، فأخذ آخر شقة. حاليا موجود 26,000 26,500، وكل شقة لها ميزاتها. طيب، أي شيء موجود بالشقة هن مسؤولين عنه. ماشي، يعني أي نقص موجود بالشقة قبل ما تمسكوا المفتاح، قبل ما تستلموا المفتاح، هن مسؤولين عنه وبيصلحوا كل شيء. طيب، اي شيء بيعطل بالبيت بيجوا هن بيصلحوه. ماشي، يعني شوفوا ميزات السكنه بسرمدة الجديده حاحكي لكم اياها. اول شيء البنايات دائما نظيفه، في شخص معين هو بينظف البنايات سواء امراه او رجل. في شغله تانية انه يعني العفو مثلا مهملات، يعني ففي شخص معين كمان بياخده من قدام الباب، والعائدات بتكون جدا قليله يعني الصراحه. طيب، وبالنسبة لموضوع البنايات دائما نظيفة حكيت عنهم، المهملات ما بتاكلوا همهم أبدا. شغلة ثالثة، أي شيء بيعطل فأنتم بتتصلوا مباشرة بالجمعية، نحن عطل عنا كذا مثلا، العفو عطل وليكن ماي، بواري ماي، أي شيء بيعطل عندكم بالبيت فهن مسؤولين عنه. هي أهم شغلة موجودة هناك. الشوارع نظيفة، اللي نازلين من برا ما حتحسوا فرق أبدا. بالنسبة للمحلات الموجودة فأنتم فيكم هلا عن جد اللي بده يفتح مشروع، كيف بدي لكم يعني، فيك هلا مثلا انه تستاجروا محل او تشتروا محل وتفتحوا، لاني لسه المنطقه هناك مبتدئه. فيها ماركتات مثلا سوبر ماركت، في موجود، في لحمه، في فروج مثلا، في انه مو انه ما في دكاكين، في وكل شيء متوفر جنبكم، وفي تطبيق بين يديك اصلا بيوصل لكم كل شيء لباب البيت، ما بتاكلوا هم ابدا. بس قصدي انه مثلا اللي بده يفتح مشروع هلا هنيك، فالمنطقه عم تبدا جديد، فانت حتكون انه اقدم شخص فتح بهي المنطقه، والناس رح تعتاد عليك طبعا، لان المنطقه شوي عم تكبر ما شاء الله. المنطقه اللي بده يجي يشوفها يشوف، كلها بنايات عم تتعمر جديد، كلها محاضر عم تتعمر، ف يعني مستمره بالانشاء المنطقه. عرفتوا؟ طيب، هلا في صبية عم تسألني إنه عن الشغل العمال رواتبهم قليلة. أنا رح أقول لكم الرواتب قليلة. اللي بده ينزل يفتح مشروع فهذا بيعيش إن شاء الله حياة ممتازة هون بسوريا بشكل عام، ولكن كعامل الرواتب لساتها قليلة. إن شاء الله تعالى بنأمل إنه لقدام إن شاء الله تتحسن وتتطور أكثر من هيك. في صبية عم تسألني وين تنصحيني اشتري بسرمد أو بحلب؟ طيب، يا ترى في هيك شيء معمار جديد بحلب؟ هلا شوفي، بالنسبة للعمار الجديد بحلب والله أنا ما عندي فكرة عن حلب حاليا. عرفتي؟ هي شغلة. الشغلة الثانية إنه بحلب ولا بسرمدة، طبعا المكان اللي أنت بتحبيه أكتر واللي أنت بتفضلي تعيشي فيه، يعني هي أول شغلة. ثاني شغلة بالنسبة للخدمات، فبحلب يمكن لسه ما توفرت الخدمات اللي متوفرة هون بسرمدة، كماي كهرباء لسه، يعني عم يصير هذا الشيء طبعا الحمد لله، والأمور عم تتطور عم تتحسن، ولكن يعني إنه هلأ هون هذا الشيء موجود. عرفتي؟ ما رح تنتظري أنت، هذا الشيء موجود هون. طيب، ممكن اسم الشركة وكيف بدي أتواصل معهم؟ بالنسبة للشركة للتواصل معهم تواصلوا معي، أنا وسيط، تواصلوا معي وإن شاء الله تعالى أنا بوصلكم بالشركة مباشرة. طيب، حابة أتعرف هل بحسن أتواصل معك الخاص؟ طبعا فيكم تتواصلوا معي على الانستغرام، بدي تواصل معي على الانستغرام. المكتب اللي اشترينا منه البيوت او الجمعيه فهن اسمهم جمعيه الرياده.
هلا سؤال، ليش عم تحكي بسرمدة عن سرمدة الجديدة بشكل خاص؟ بالنسبة لموضوع سرمدة الجديدة مو انه بشكل خاص كمنطقة، انا ان شاء الله قريبا رح صوركم عن قصور سرمدة كمان، ورح فرجيكم منطقة القصور الرائعة كمان بتجنن، ورح احاول اجمع تفاصيل عنها. ولكن ليش سرمدة الجديدة؟ لاني انا اخذت بيتي فيها، فحبيت اجمع معلومات عن هي المنطقة. عقد ما عجبتني المنطقة وعقد عن جد ما حبيت احكي للمغتربين اللي برا عنها، لاني لما بده ينزل مغترب من برا فما رح يلاقي فرق. انا رحت على حلب، انا جيت مباشره على حلب، انصدمت والله العظيم. نزلت على اللاذقيه اول شيء، نزلت على حلب، نزلت على حما، انصدمت يعني على طريق طبعا عديت على حما وحمص وهيك، بس كلاذقيه وحلب قعدت فيهم انصدمت بالواقع يا جماعه. الشوارع ممكن الناس تستغرب انه ليش كثير هالقد عم تعلق على الموضوع. عم علق على الموضوع لاني اللي عاش هناك وشاف الخدمات، مي وكهرباء وغاز وانترنت، وطبعا احنا بسابقا بسوريا اكيد كان عندنا متوفر هذا الشيء، ولكن احنا بوضع الحرب تغير كل شيء طبعا. بس كشيء الموجود انتم رح تلاقوا فرق كثير كبير اول ما تنزلوا. مثلا الكهرباء بدك تضلي اكلي هم، المي بدكم تضلوا اكلين همها وتعبوا مي ومدري شو. هون الحمد لله رب العالمين، الله يديم هالنعم علينا يا رب، انه مثلا بسرمدة او بسرمدة جديدة او مناطق ادلب بشكل عام ما في هذا الشيء. طيب، وفي شغلة تانية بالنسبة لمدينة إدلب، عم تسألوني عن مدينة إدلب. يا جماعة أنا مدينة إدلب ماني ساكنة فيها، فما عندي كتير صراحة تفاصيل عنها. إذا في شيء خاص بدكم تسألوني عن مدينة إدلب ممكن أسألكم من عيوني، ولكن إنه بشكل خاص إدلب أنا ما رحت، يعني إنه ما رحت عليه. بروح عليه مثلا زيارة وبرجع، عرفتوا، عند جماعة رفقاتنا أو هيك. ولكن إنه المعلومات ما عندي معلومات لسه حاليا عن إدلب، عن المدينة. سرمدة اللهم صل على سيدنا محمد، سرمدة الجديدة كمان بقدر ساعدكم فيها. بس هيك حبيت جاوب على أسئلتكم واستفساراتكم. أي سؤال تاني من عيوني. السلام عليكم.